وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل. إلهي وقفت دموعي تسيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. هذه أول حلقة من السلسلة الجديدة إن شاء الله، سلسلة بوضوح اللي مكملة معانا طول رمضان بإذن الله. هدف السلسلة هو التغيير بإذن الله، التغيير ليا قبلكم إن شاء الله بإذن الله. أولا إن شاء الله قاعدة احنا هنمشي عليها، كل حلقة هتسلم الحلقة اللي بعديها بإذن الله، كل فيديو هيسلم الفيديو اللي بعده إن شاء الله. الفيديو لن يتعدى مدته من 5 ل7 دقايق بالكتير بإذن الله. أولا يا صديقي، كل عام وأنت بخير، كل عام وأنت إلى الله أقرب. اللهم أهله علينا هذا الشهر بالخير واليمن والبركات. طبعا مش عايزين ننسى إخواننا في غزة من الدعاء. أولا كده يا صديقي العزيز، أنا هقول لك على 3 أو 4 طرق إزاي تفسد صيامك بيهم. 1، اغتاب كتير، عايزك تغتاب كتير كتير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس من صيامي إلا الجوع والعطش، أو لا ينال من صيامي إلا الجوع والعطش. تكلم كتير عن الناس، تكلم على أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث، لا أتذكر الحديث فيما معناه، ولكن تكلم عن الغيبة. قالوا: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: أن تذكر أخاك بما يكره. قالوا: ولو فيه؟ قال: ولو فيه. الغيبة هي ذنب كبير من الكبائر. تكلم كثير عن الناس، تكلم، يعني هي أقل حاجة احنا بنعملها في مجالسنا، اللي انت تقعد تتكلم على فلان وعلان، تقعد تتكلم عليه، دوت انت بتغتابه، بل انت دوت انت بيضيع عليك صيامك، ده بيضيع عليك الصيام. 2، ترك الصلاة. ترك الصلاة، أن تترك صلاتك، ده بيضيع عليك صيامك. بعض العلماء أجمع، أو قال بعض العلماء، أن من ترك الصلاة لا يقبل منه صوم، ولا يقبل منه زكاة، ولا يقبل منه حج، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. نعم، إنها الصلاة. فيجب عليك يا صائم أن تترك صلاتك لكي تفقد صومك. أنا جاي أقول لك إزاي تفقد صومك صح، بل الأدهى والأمر وهي الثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت صنفين من أهل النار لم أرى منهما في حياتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاف الصنفين دولت في النار، يعني لقاهم موجودين في النار، بس هم ما كانوش موجودين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى: وهن نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنام البخت. ودوت اللي موجود حاليا أختي في الله، يعني النساء الكاسيات عاريات. نعم، يؤثر هذا على صومك. ملناش دعوة باللي بيقول الصوم بالنية، طبعا الصوم بالنية، بس انت بتطلعي من بيتك بتفتني مئات من الشباب، فكيف يقبل صومك؟ ده انت بتفسدي صومك وصوم ناس كتير طبعا وانت ماشية في الشارع. يعني النساء كاسيات عاريات، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهن أيضا: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها توجد على بعد كذا وكذا. نعم، نساء كاسيات عاريات، وهم دولة الموجودين في الكليات وموجودين في الشوارع وموجودين في كل حتة. عليك أنت كمسلم بتسمعني، أنت عندك بنتك، عندك أختك طبعا والدها هو المسؤول عنها، عليك تنصحها. أما بنتك ما تنزلهاش من بيتها كده، أنت كده هتشيل ذنبها، أنت هتشيل ذنبها زيك زيها. برضك النساء الكاسيات عاريات. أختي في الله، أولا هذا من تمام صحة الصوم، يعني يجب يعني قولي لي كده، اقنعيني ازاي انت هتبقي صايمة ولابسة لبس مظهر للمفاتن؟ انت ازاي صايمة ولابسة لبس مجسد؟ ازاي صايمة ولابسة لبس يعني لا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ ازاي صايمة والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث فيكي انت ان انت مش هتخشي الجنة،
ولا يجدن ريحها ولا يدخلنها أساسا. أنا سمعت النهاردة يعني كلمة في الدرس بتاع الفجر، الشيخ بيقول يعني فيما معناه، بيقول الصيام يعني الناس اللي ماشيه ورا الصيام اهم حاجه سلامه دوت يا شيخ، وده ابيض ويبقى كده خلاص، واهم حاجه النيه اللي انا نويت وخلاص. لا، في شروط لصحه الصيام، في بعض الاعمال لصحه الصيام. ازاي هتقعد تختبي الناس؟ ازاي هتقعد مش هتغض بصرك؟ ازاي هتقعد تتكلم على فلان وعلان وتقعد تتكلم فيما لا يعنيك ومش بتصلي؟ ازاي هتنزلي من البيت وانت لابسه لبس ضيق مظهر لمفاتنك؟ كل دوت ازاي هتعمليه وتقولي لي انا صايمه؟ ده انت بل بتفسدي صومك وصوم ناس تانيين. دوت اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في الحلقه الجايه، وهو الحجاب باذن الله. دوت هيكون موضوعنا في الحلقه القادمه باذن الله. كل حلقه ان شاء الله باذن الله هتسلم الحلقه اللي بعديها. واقدر اقول لك بس كده، دول الثلاث حاجات انت تقدر تبطل بيهم صومك سريعا. واقدر اقول لك يا عزيزي، كل عام وانت بخير، وكل عام وانت الى الله اقرب. وما تنساش طبعا اخواتنا في غزة من الدعاء، يجب ان يكون لهم حظ وافر من دعائك لهم في الصلاة وفي عند فطرك. وسلام.